يعني حرب. دي مريم الصادق حزب الأمة. احفظ الكلمتين ديل هم يا رشا. جات مريم هنا. السياسية تظل خيارا مفضلا لنا، ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها، فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادث. اليوم بشعر بخجل كبير. ليه يا مريم؟ كبير. ليه؟ وبمراجعة أساسية للنفس. ليه؟ لو الله كتب لي عمر ان شاء الله ما يكتب. كيف لنا أن نسمح أن تصل الأمور لهذا الدرجة؟ شفتوا الجزمة؟ نعم. قاعد تبكي مع احمد بتاع الجزيره. كيف نسمح لانفسنا ان تصل؟ احنا عملنا عمله كبيره في السودان، احنا اخطانا، احنا فعلنا، احنا سرقنا. سياسي. لكن حكون تساهلت جدا مع نفسي وتساهلت جدا مع مسؤوليتي. لو احمل نفسي مسؤوليه، اتحمل المسؤوليه واحمل عديل، ما عندنا معك شغله. انا بعتذر. ما تعتذري، ما تعتذري، لن تدفعي ثمن. لا 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 لا. ليه؟ ليه؟ وريهم. ما عندها مويه. وري رشا. وري. ما قادره تعالج ولدها. ليه؟ ولا قادره تصل لاهلها تعرف الحاصل عليهم. ما قلتي لو ما تطبق الاطار حنطور اليات اخرى؟ حسي طالعين تقولوا الكيزان والجيش هم اللي افتعلوا المعركه. دي مريم رئيسة الحزب بتاع الامه يا جزم. حسي ما طلعت تتبكى قدامكم قالت لا لاقي الام لا قادره تطمن على ولدها، لا بنتها، لا. ما هو دي مريم وريونا. المقابلات تمت اليوم للرأسين بيتكلموا عن انهم دايرين الديمقراطيه ودايرين غيره، وكل واحد فيهم يتهم الثاني. ما قادرين نشوف انه هو الان اللي بيحصل ده اسوأ من اي شيء. الان المواطنين السودانيين، الحيوانات السودانيه، الاشجار السودانيه، الحشرات السودانيه، خلاص قمت لامورك. روعناها ترويع غير مهتمه بالحشرات والحيوانات. زولا مختله. طلعت في الاول قالت حنطور كل الاسلحه. ده مش كلامكم يا رشا؟ مش قلتوا احنا والله حنطور؟ مش ده كلامك يا جعفر؟ مش قلت يا اخي والله لو الاطاريه او نعلن الحرب؟ مش ده كلامك يا فيصل؟ حسي طالعين تقول الكلام ده. قالوه يوم 23/1/2023 والحرب حصلت شهر 4/2023. 3 شهور انتوا بتضايقوا في الشعب السوداني يا نحكمكم يا موت. الليله طالعين يتبكوا يقول لك الكيزان لو طلعوا دائره المعركه هتتوسع. ما تتوسع يا ياسر عرمان. فضل شنو في السودان؟ السودان ده كلهم 3 عمارات وشارعين وكوبري. اتكسرت كلها، اتضربت البنى التحتيه، المستشفيات. المستشفى جوا كانت الدعم السريع في مستشفى الخرطوم يا ياسر عرمان لابس كاكي الدعم السريع، تاتشيرات الدعم السريع، قافل الممرضين والمرضى والاطباء 200 نفر قافلهم 5 يوم. الدعم السريع. المطار بتاع الخرطوم مصوروه الاجانب وصوروه السودانيين وصوروه الكباتن. كانت تاتشيرات الدعم السريع جوا الصاله، جوا الحمامات. زي ما كلمتكم يا مغتربين، حتيجي تلقى التاتشر بتاع الدعم السريع في الرنوي. ما صدقتوني. ما تقيفوا ورا حمدوك، ما تدعموا الباطل. لا ما صدقتها. تاني انت تعال انزل، مش الدعم السريع. تاني انت ما تنسى الموضوع ده. بس حسي ده قال حيوسع دائرة الحرب. ما تتوسع دائرة الحرب. بعدين يطلعوا بكل براءة يقول لك انت بتدعو للحرب الأهلية. انا بدعو للحرب الأهلية كيف؟ اذا كان العدو حقنا